لا. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده عندنا حته دين يوم مليان 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 لدرجه ان انا حرفيا انا مش عارفه انا هعدي اليوم ده ازاي. بالله عليكي بالله عليكي بالله عليكي اللايك يا جماعه بيرفع معايا الفيديوهات، هو والله ما بيزودني فلوس ولا بيديني فلوس اصلا، بس ما تنسوش اللايك. تعالوا بقى نقول لكم النهارده هنعمل ايه. بصراحه النهارده صبحه مبهوره. كنت جايبه فول علشان اعمل فول نابت، انا ما اعرفش الفول النابت عند البلاد التانية اسمه ايه، بس تعالوا اوريكم شكله عشان ايه الناس اللي ما تعرفوش تعرف. شايفين ده اهو، بصوا اللي هو الفول بنخليه لحد ما ينبت كده، ده اسمه فول نابت. تمام، حرفيا حرفيا انا كنت جايبه كيلو الا ربع، يعني مش مكمل كيلو. بعد ما نبت انا لسه حاطاه على الميزان، قسما بالله لا اله الا الله 2 كيلو الا 100 جرام بالظبط. يعني انتوا شايفين قد ايه؟ يعني زاد اكتر من الضعف. احنا كنا بنجيب الشويه لما كنت بشتري، يعني كنت بشتري الشويه هم قد كده قد كده صغنطين كده، يعني ربع كيلو. كنت بجيب الربع كيلو ب 15 جنيه منبت زي كده، في حين ان هو ما بياخدش اصلا اي حاجه، يعني ما خدش معاه ولا اي مواد ولا اي شيء ولا اي حاجه ولا اي مجهود يعني. فبجد الحاجه اللي بنعملها في البيت الفتره دي بتبقى موفره جدا جدا جدا. طبعا انا دلوقتي ما كنتش عامله حسابي ان هو هينبت بسرعه كده ما شاء الله، فما كانش عندي فصاص. بعتنا برويد يجيب فصاص، ولما فصاص يعني عيش ناشف، عيش ناشف عشان نعمل بيه النابت. هطيبه بقى كده واظبطه لكم. وهنعمل ايه؟ هنعمل شويه عيش بلدي مرحرح ما اقولكمش، وهفاجئكم بقى بشويه البط اللي احنا كنا مطلعينه من تحت البطايه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كبروا قوي، وهم شكلهم حاجه حلوه كده. هنطلعهم من العشه بتاعتهم ونكنس لهم العشه عبال ايه ما العجين يطلع ونكم. بصوا اليوم النهارده كحرته للاخر، خليكم معايا وبالله عليكي وحياة حبيبي الغالي وحياة حبيبك النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ما تنسانيش في اللايك. ولو لسه ما اشتركتيش اتمنى لو تشتركي في قناتي. وبصوا بقى الخبيز النهارده هيبقى صعب عليا جدا، مش علشان الخبيز نفسه، لا علشان النونو كبرت شويتين تلاتة وبقت عالية شويتين تلاتة، فخليها على الله. لو وصلت لحد هنا اتمنى لايك بالله عليكي، اتمنى لايك وحياة حبيبك النبي محمد، وحياة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش اللايك بيرفع الفيديو. بصوا دول شويه ميه دافيين دافيين. طيب ايه سبب ان انا هدفي ميه واحنا اصلا في الحر؟ انا هدفي ميه علشان عايزه العجين يطلع بسرعه بسرعه، لان انا عندي كذا مصلحه النهارده عايزه اخلصها دوري دوري كده. طيب عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، حطيت الخميره في ميه ومعاها معلقه سكر، وده علشان الخميره تنشف شويه. تمام، انت حاسه ان في حاجه هنا. طيب هنحط الاول الدقيق، مش هنحط الخميره الاول، وهنحط سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شويه ايه ملح اهي، شايفين؟ معلقه وشويه. وعلى فكره والله شويه الملح دول يا جماعه بيدوا لطعم العيش ليه طعم مميز كده شويه. تمام، بس يا بنت زياد بسم الله الرحمن الرحيم. اي ما تبدا باي حاجه سمي الله سمي الله سمي الله. طيب انا ما حللتش الدقيق لان ده دقيق لسه انا طحناه جديد وانتوا عارفين الكلام ده، فعشان كده ما حللتوش. وانا اصلا بحلله لما باجي اعبيه في الشوال، بحلله قبل ما اعبيه اصلا. تمام. طيب تعالوا بقى كده ايه، انا مش لابسه النهارده الاسدال، لبست العبايه اللي هي الواسعه دي كده الحمد لله رب العالمين، كل لبس واسع. فالنهارده ما لبستش الاسدال، قلت حرام الاسدال قرب يعمل فيا بلاغ للنائب العام. بصوا بقى هنحط شويه الدقيق دول وهنحتاج، فهجيب تاني قسما بالله الفص لقمه. بصوا حلو. استنى ما تحطوش كله، حط كده بعده بقى. انا مش لاقي اكياس، انت على قد النهار. انا مش لاقي اكياس والله انت تلاقيهم في ميه. عملت 5 اكياس
كاس يعني؟ بس كفايه، خليهم هنا كده جنبي. ولا في الحله دي؟ بصوا يا جماعه، هو الفص قسما بالله قد كف ايديا. الفص قد كف ايديا. يا بيت. ايوه كنت رايحه اتسخن. شايفين الفص ده قد كف ايدي. طيب هقول لكم انا بقى هنعمل بقى الفص قد ده بقى. ورقه وورقه على فكره رايق جدا. شوف كده الميه اللي في الحله غلط ولا ايه؟ شكلها غلط يعني، بالتالي شايفه القاع غلط. طيب قوم بقى قبل ما نحط ايدنا في العجين، تعالوا بقى ايه نحط النبت هناك واحط الكمون. جايب كمون مطحون ولا حصان؟ عندي وانت لسه ما عملتش الفوق؟ ايوه لسه ما حطيتش الفوق، انا غسلته ونضفته بس لسه ما حطيتوش. شايفين الميه بالبصل غلط اهي؟ هننزل بايه؟ بالنابت. طبعا انا غاسله النبت يا جماعه، عشان كده انا ما غسلتوش تاني، عشان كده انا ايه غسله. هنحط النبت اهو. تعالوا بقى نحط الكمون. وهنا بقى كنت حمصت ايه الكمون وطحنته وحطيت منه شويه على النابت، بس الحته دي ما جاتش. انا بقى قلت اعجن، البنات هدير هتوري وتعجن معايا، عماله تقولي انا عايزه اعجن. قلت لها لا، هما شويه قليلين خلينا نخلصهم بسرعه واقوم. حطينا بقى خميره على الدقيق مع الميه، ونزلت بقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا جماعه ما تستغربوش ان انا بعجن بايد واحده، لان طبعا انا مولفه على كده. ومن ماما الله يديها الصحه والعافيه هي اللي ولفتنا ان احنا نعجن بايد واحده، فانا مش بعرف اعجن بايد الاتنين الا لو عجنه كبيره قوي، فبضطر ادخل ايدي التانية بس مبقاش مرتاحه على فكره. سبحان الله، وكل واحد على حسب ما ولف. طبعا العجين بصوا ما ينفعش تزود اي ميه فيه غير لما تتوهي الدقيق خالص. طبعا كنت انا هنا توهت الدقيق وخلصته، وكان لازم انا ادلك بقى زي ما انتوا شايفين كده، بزود شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين وادلك بقى. لازم انت تدلكي بقى هنا قوي قوي علشان تملك العجين في قلب بعضيه، ويبقى العجين حلو كده ايه ومدملك كده ببعضه. ايه العلامة او ايه الحاجة اللي تخليكي تتأكدي ان العجين بتاعك بقى مية مية وما شاء الله على الاخر خالص؟ لما تيجي تطبيه هوريكي دلوقتي هيعمل معانا زي فقاعات هوائية كده وبلالين كده منفوخة. اول ما يعمل معاكي البلالين المنفوخة دي اعرف ان كده العجينة بتاعتك استوت وبقت تمام التمام ومية مية. معلش يا جماعة الكحة والله تعبان، الحمد لله رب العالمين. بالله عليكم اللي منكم يعرف وصفة حلوة للكحة يكتبها لي في الكومنتات، علشان حرفيا انا مش عارفة، جبت علاج وجبت حاجات قد كده عشان اصحى منها بس مفيش فايدة، وتعبانة جدا مع الحمل. طبعا القعدة دي يا جماعة مستاهل عليا ان انا اقعد اعجن واعمل كل الروتين بتاع النهاردة ده، بس طبعا الواحدة طول ما عندها طلبات في بيتها لازم تعملها. يعني هعمل ايه؟ اكيد مش هروح اجيب واحدة من برا تقعد تعمل لي. وحتى لو هتقولي مثلا هاتي واحدة تعملك النهاردة كل حاجة بفلوس، ومش بفلوس قليلة، والواحد الحمد لله رب العالمين يعني ايه لازم يرضى بعيشته الحمد لله. هنا عليا كانت بتنرفزني وعمالة تقول عايزة امشي واسيبك انت العجين بتاعك. قلت لها مين؟ ابدا والله لا تقعدي يا زينب. تقول انا اروح قلت لها والله ما تروح حاجة تجرح لما يقلبك اقعدي بقى. قعدت طبعا يا جماعة غصب عنها، قلت عشان بصراحة انا عارفة ان اليوم بتاعي هيبقى صعب عليا اوي النهاردة، فانا قلت اقعدها بقى غصب عن بوزها يعني. هنا بقى كنت خلاص العجين يعتبر كان شبه خلص معايا اهو، شايفين؟ بصوا كل ما بطبه بيروح مطلع زي فقاعة هوا كده اهي. دي بقى اخر حاجة بقى كده بحطها مية، حبة مية كده على العجين ولا الشاهد يعني عليه. وانا بقى نضفت ايديا من العجين زي ما انتوا شايفين. بص بقى العجين بتاعنا، وهحسب لكم بالظبط دلوقتي الساعة كام هو قعد لمدة قد ايه، علشان اعرفكم ان العجين بالمية الدافية بيطلع اسرع بكتير قوي من المية الباردة. تمام؟ بصوا بقى احنا هنا حاطين العيش اللي مسقوا عليه السمنة، مسرعة السمنة بقى ده حاجة تاني. شوفوا شكل النباتية جيلي سخن، بصوا سخن خالص، شكله يفتح النفس. ايوه دي اهي، شايفين بعد ما تطب بقى
الله طعمه حلو قوي. مش هناخدها هندوق. فين القرص ده معايا مش بيحطوا بس. بتبقى غلط. تعالوا بقى نفطر ونكمل عيش. بصوا يا جماعه، احنا العيش طبعا نسيت اقول لكم ان احنا غطيناه وحطينا عليه برده فرشه تاني كده عشان تدفي برده. احلى فطار بقى يا جدعان، تعالوا افطروا معانا. بصوا العيش بقى كده تاخديه بقى معمول بسمنه وتروح حاطه عليه كده واحده نابت، بس انا باكل بالمعلقه الصغيره. المعلقه الصغيره مش المعلقه الكبيره. لا المعلقه الكبيره راحت فيها. مش عارف تكون انت بتقول خلاص. انت حر يعني عامله ايش يعني؟ احنا عايزين نسمع. ها ها جميل. طب ماشي يا جميل، هتقولي لهما بقى كلاك وكومنت واشتركوا في القناه. ماشي يا اسطى. تعالوا بقى افطروا معانا واحنا هنفطر ونقوم بقى نوريكم العجين. بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا هو كده مش هيكمل اكتر من كده. وهنا علبة الفريش للرد اهي. كده قلبنا تاني. خلينا تاني كده عم تخافوش. الحتة اللي انت سايبها هنفرش الردة ونجيلكم. العجين بقى يا جماعة طلع بالظبط في ساعة الا ربع. يعني عايزة اقولكم احنا يا دوبك فطرنا وشربنا الشاي ولقيت العجين بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. انا طبعا بقطع بمية ولازم انت تدور الرغيف كده مرة واتنين وانت بتقطعي علشان خاطر الرغيف بتاعك يطلع مدور وجميل. النابت بأمانة حرفيا كان تحفة، احلى فطار بالنسبة لي النابت. قولولي بقى لو انتوا بتعملوا النابت ايه انهي طريقة اللي انتوا بتعملوا بيها النابت؟ بتعملوه زينا ولا بتعملوه تقلية؟ في ناس عندنا بتعملوا تقلية بس بصراحة بحسه تقيل، معرفش انا يعني ما جربتوش بس انا حاساها يبقى تقيل يعني. طبعا هنا اللي احنا بعمله ده حاجة اسمها تقطعة العيش او تقرصت العيش. انا بقى بمسك العيش بقرص بس بقى دوخة والدوخة الاكتر لسه كمان لما اقعد على الفرن. لو وصلت لحد هنا اتمنى لو تحطيلي لايك، ولو لسه ما اشتركتش اول اتمنى لو تشتركي في قناتي، ولو في اي كومنت او تعليق على اي حاجة من روتين النهاردة اتمنى تكتبيها لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله باذن الله. ولو في اي روتين معين عايزين ننزل لكم بيه او اعمله لكم اصوره لكم يا ريت لو تكتبوا لي في الكومنتات. هنا هدير طبعا عايزه عماله تقول لي يا ماما انا هقول لهم ان انا خلعت سنه يا بنتي. قالت لي لا انا عايزه اقول لهم ان انا خلعت سنه. قلت لها طب خلاص تمام ماشي. نمشي الساعة 3 بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سيبهم في حالة. الورقة من الحاجات اللي عندك في الشغل. يلا ولا حاجة ولا الوين دي؟ طب طلعي الخد بتاع طلعي روعي. النار بتاعة الفرن لازم تكون عالية، نار الفرن لازم تكون عالية.
طبعا هنا بقى كنت فتحت الفرن وشغلت العيش، بس لما البلاطة ما كانتش لسه حميت قوي، فعشان كده الرغيفين اللي طالعين ما كانوش لسه قابين قوي، لان لازم النار تبقى سخنة فوق وتحت. بس تحت بقى اول ما تسخن زيادة عن اللزوم طبعا لازم تهديها، علشان لو ما هديتش هتحروق منك العيش. طبعا هنا يا جماعة والله العظيم كنت شغالة بايدي واسناني، عمالة احط التلات رغيف على المطارح واقعد اردح وارمي، وارجع اقوم تاني اجيب من جوه، وارجع اقوم تاني اجيب من جوه. طبعا هنا لان انا ما كنتش عاملة على صيجان، وكنت عاملة على فرشة، لان ما كانش عندي حاجة احط عليها الردة غير الفرشة بتاعتنا. شوفوا النار اول ما بتبقى لسه البلاطة ما حميتش قوي، فتلاقوا العيش ما بيقبش كامل. اعذروني يا جماعة على حسي ان هو مش قوي، بس والله علشان خاطر الكحة تعبتني وغلبتني جدا. هنا كنت عطشت، خليت البت هادي جابت لي شوية مية. بصوا حرفيا الخبيز ده عبال ما خلصته هلكت. القومة والقعدة اساسا على الكرسي اللي قدام الفرن دوت، وكل شوية ميل كده، حاجة صعبة جدا. وحاولت اخلي حد يساعدني، ما شاء الله واحد جوزي جاب لي رغيف قلبهولي، واختي جابت لي رغيف قلبتهولي. قلت لهم لا انتوا تبوظوش العيش ولا؟ ده انا بحب العيش يبقى طالع كده مورد كده وحاجة حلوة كده. طبعا زي ما انتوا شايفين العيش بسم الله ما شاء الله عليه كله بينفخ في الفرن هويت لما البلاطة سخنت. طبعا كده انا عمالة ورا بعض يعني طبعا انا كنت بجبد، بس قلت بقى انا طبعا مسرعة الفيديو يا جماعة، مش معنى كده انا مش مسرعة، لا مسرعة الفيديو مرتين تلاتة كمان. بس لازم العيش بقى يا جماعة بتاع الفصاص تطلعوه يكون رايق كده، ما يكونش غام، علشان لو غامق انت لسه كمان هتعملي جوه البتاع الفوق اهو. شوفوا بقى البلاطة لما بحس ان هي فيها ردة او عليها دقيق، لازم تروحي مسحها كده علشان ما تبوظلكيش قعر الرغيف او ظهر الرغيف. كنت هقول حاجة والله يا جماعة ونسيتها. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي الغالي، واتمنى الخير من قلبكم، وادعولي ربنا يفكها عليا بالسلامة، وادعولي كمان ربنا يوسع رزقي بالله عليكم. والله محتاجة الدعوة دي أوي منكم، محتاجة ان انتوا تدعولي أيوة. ربنا يوسع رزقي، لان حرفيا الحمد لله رب العالمين. هنا بقى كنت بلقط، قلت او اقول لهم يا جماعة شوفوا القطوفية، ما تقعدوش تتنوا صباعتكم وانتوا بتلقطوا. طبعا دول كان اخر حاجة بقى في العيش، عملتهم خلصتهم. خدوا الرغيف ده وخلاص معانا. كده بقى خلصنا العيش، ههدي بقى البوتاجاز خالص وابدا اعمل الصوص. تمام، ههدي بقى البوتاجاز والم الدنيا كده. شايفين بقى شكل العيش يا جماعه بعد ما طلع في الفرن؟ شايفين العيش كلهم حاجه بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. استني يا هدي، استني يا هدي، ما تبداش العيش كله جاي. شايفين العيش بسم الله ما شاء الله. بصراحه انا قلت انا مش هقدر بس مش عارفه اردح من بطني، بس الحمد لله رب العالمين. واحد شايفين شكل العيش يفرح القلب. ودي النار بتاعه التقديد، شايفوا ده كده هنعمل بقى الصوص ناشف. قطعناه، لازم قطعناه هيبرد. وهنا بعد ما خلصنا وقددنا العيش ونشفناه زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا حاطه ظهر. بعد كل التعب ده اسكت؟ ما اسكتش ابدا والنبي يا اختي. قلت البطيتين دول بدأوا بقى يطلعوا بقى لمؤاخذة ريحة في الصالة كده مش حلوة، ان هم بدأوا يكبروا كمان. قلت والنبي لما امسك تحتيهم انضف البتاع النشارة دي، لازم احوشها واحط لهم نشارة جديدة وانضف لهم الدنيا. العشة دي الواحدة خدت مني مجهود قد الخبيث تاني، ما يغركمش. وهنا شوف البطية بنت الهبلة الا وتدخل من السلك، عمالة اقنع فيها ان ده مش الباب، مفيش فايدة فيها. قلت لها طب بس تعملي انا هطلع لك اخواتك. مسكت بقى دخلت العشة، بصوا هي العشة دخلتها ضيقة، بس ما كانش حد هينفع ينفضها ولا ينفع ينضفها الا يعني ابو رويدة ما بيعرفش يدخل من الباب لانه هو طبعا راجل فاعرض مني وكده. والبنات طبعا لو دخلوا مش هيعرفوا ينضفوها، وبعدين بيقعدوا بقى يقولوا يا ماما ده في قرف يا ماما. وطبيعي داخلين عند بطة هتلاقوا كولونيا مثلا
لازم يبقى فيه ريحة مش حلوة وريحة مش نضيفة. بس البط بسم الله ما شاء الله ان انا مخليها تحت يوم بيومين. ليه بقى؟ لان طبعا انا لو حطها فوق في الحر ما هياكلش، انما هو هنا تحت عندي الجو طراوة، لان ده الدور الاول الجو في ايه طراوة. انا بقى طبعا كنت عمالة بطلع، وبرويدة قلتله لا ما انت لازم بقى تشتغل معاه ايه. بصوا بقى بصراحة في اليوم ده انا شغلت البيت كله. رويدة كانت شغالة وهادر شغالة وعلياء شغالة، حتى برويدة التاني خليته يعني اشتغل معايا. هنا لقينا شت اسمنت قلت له حطهم بقى في شكارة عشان خسارة، كل حاجة غالية، واللي ما تحتاجش يا اخويا النهاردة وشه بكرة تحتاجها قفاه. قال لي يعني مش هنرميه، قلت له لا خسارة ترموهم ايه، ده احنا ممكن يجي علينا يوم ندور كده على حفنة اسمنت من دول، حطهم في شكارة وشيلهم. وطبعا هو هنا كان شايل النشارة بقى بتاعة البتاع القديمة وحطيناها في الزبالة، وكنا ايه بنحط النشارة الجديدة. طبعا انا هنا على طول بخلي النشارة عندي في البيت طول ما فيه طير صغير، علشان إيه لو حطيناه على السيراميك على طول يا جماعة ده ده حيوانات وطيور، فبيعملوا بقى بيحطوا بوزهم في القرف اللي هم عاملينه فبيعيوا، فعشان كده لازم تحط تحتيهم نشار او حاجة. هنا بقى رحت حطيت لهم بقى المية والاكل، وقلت للبنات يا بنات يلا تعالوا بقى دخلوا البطيتين. يا ماما دي تعارك وتقولي دخل ودي تعارك تقولي دخل، قلت لهم بقول لكم ما دخلوهم انتوا الاتنين ما توجعش قلبي. شوفوا بقى البط بسم الله ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك عليه، يعني حاجه طلع فيها ريش الحلال. رجعت بقى قلت بس كده انا خلصت من الخبيز والتأدى بتاع الفصاص والعيش الناشف، وخلصت كمان من البط. وفي الوقت ده كانت عليا اختي غسلت لي شات المواعين، كانش عندي مواعين كتير يعني، كان عندي حاجه بسيطه يعني. ابو رويده كان جاب البرسيم، قلت لهم لا ما تخليش البرسيم هنا عشان هيعفص الدنيا، واحنا عايزين نروق الدنيا وننضفها قبل ما نطلع بره. خليت بقى رويده وهدر تطلع البرسيم، وانا بقى مسكت بقى الحصيره بتاع المطبخ بصراحه ما كانتش نظيفه، وكمان الحصيره اللي احنا كنا عاملين عليها العيش مكان الرده. قلت لها لا، عليها تقول لي يا زلمه ما كانش لازم نروق النهارده بقى، قلت لها بيه ده لازم نروق وننضف ونعمل كل حاجه بيتنا قبل ما نطلع بره. قلت لها انزلي انت تكنسي بقى كده قبل ما انام، عايزه اظبط لك الصاله اللي بره وافرش لك فيها الحصر. عايزه اقول لكم كمان ان على فكره يا جماعه الرصاص ما كملتش يومين، يعني هي خدت يوم على وشها ويوم على ظهرها ونضفت ومعلش سوري ونشفت. طيب شوف بقى انا ده ايه عملنا ايه، بصوا بقى. ما طبيعي البلاعة من الفرد اصلا. ما هو يصل بس ما صراصير البلاعات كده. لا ما يطلع. لا حرقه. يا على اساس انتوا لو شفتوهم يعني تعرفوا ست مكانين. شكلها خايف منه. وبعدين عادي ماشي لانه هو البلاع منه ماشي. شفتوا النبي الخيبة اللي انا فيها. العيال قلت لهم افتحوا لي البلاعة، قال لي عشان طبعا هنغسل الحصر وكده بعد ما نحوش الزبالة. وحصل بقى اللي حصل ده كله ان الدنيا قامت ما قعدتش على خاطر الصرصارية. انا حرفيا والله يا جماعة ما كنتش شايفاهم، بس ابو رويدة بصراحة كان يحسب لي ان انا خايفة منهم. هما لو جروا ايوه اخاف منهم واخاف من الصراصير، بتقرف منها الصراصير بقى والبراس والحاجات المقرفة المعفنة دي. انا طبعا رويدة بقى قلت لها لمي الزبالة يلا على ما انا فرشة الحصيرتين. طبعا الحصيرة دي كانت منتنة ومعفنة، فقلت اخلي المنتنة المعفنة دي من تحت ومن فوق احط الايه الحصيرة اللي هي كويسة يعني اللي هي معقول. دي كانت نظيفة ما كانش فيها غير بس مشط الردة، فانا قلت لازم برضه علشان لما نيجي نقعد عليها تبقى الحاجة نظيفة وما فيهاش ردة معلقة عليها. ومسكتها بقى كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعة الفرشة دي بيبقى حطها في المية بنفسه اصلا من قبل ما ابدأ غسيل بيها. مسكتها بقى كده لانه ما كانش ينفع او ما كنتش اقدر اميل ان انا اعمل كمان الحصيرة. بصوا انا هنا بقى كنت خلاص حرفيا ضهري كان بيقع. مسكت بقى عليه قلت لها خلي عندك بقى شدان، انا غسلتلك الحصيرة الكبيرة انت بقى كمان تعرفي الحصيرة الصغيرة.
طبعا هنا كانت هي جوه بتحول لي ميه وهي والعيال، لان انا ما عنديش حنفيات يا جماعه بره غير في الحمام جوه خالص. وهنا هدير طبعا زي ما انتوا شايفين عايزه تلعب، مسكت بقى هي الحصيره، قلت لها سيبك انا بقى مع الحصيره هنا تنضفي فيها، وانا بقى هدخل جوه مكان ما انتوا ما كنستوا همسح. طبعا انا اتعمدت ان انا امسح جوه واسيبها هي بره، لان طبعا حوالين العشه بتاع البط كان فيه حاجات مش نظيفه، فكان لازم ان انا اللي امسحها علشان انضفها كويس. هنا عليا بقى تعالى اوريكم قالت لي ايه. من النهارده تهذيب وتهذيب واصلاح، هو ده الاصلاح. قلت لها بقى يا اختي بما ان انا اصلاح، طب يلا اصلحي بقتي وامسكي لي الحصيره دي نضفيها. كانت هتطق يا جدعان، لان بصراحه كان عندها شغل في اليوم دوت، وانا استلمتها بقى كمان بعد ما خلصت الدروس بتاعتها وعطت للعيال اللي عطتهم. قلت لها اشتغلي بقى يلا، اعملي بقى كده ومعروف مع اختك واشتغلي معاها. في الوقت ده كانت بالسهريني وانا كنت بمسح في البيت من جوه. حطيت بقى شويه ميه كده سخنين لان ايديا مبقتش تستحمل اي شغل بميه بارد، وحطيت الربس في قلب الشرشوبة ومسكت بقى البيت من جوه يا جماعة. بصوا دينت امسح فيه رايح جاي جاي رايح لحد ما خليته قشطة. طبعا كل ده ليه؟ لان احنا كنا بعد ما هنخلص كنا هنروح عند ماما، وما كنتش اقدر يعني سبحان الله معرفش اروح في مكان ويبقى عندي كذا مصلحة كده في البيت، بتضايق، ببقى قاعدة مهموم. في حد زي يا جماعة اللي زي اللي بيكتب لي في الكومنتات؟ اصل اوقات بحس كده ان انا نوعية غريبة شوية، غير طبعا انا وصلت لحد هنا. صلي على النبي المختار واكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني زيك يا قمر، وقولوا لي بقى الفيديو الجاي عايزين عايزين بط ولا اصور لكم الجدي بتاع العيد؟ ايه رايكم بقى في المفاجأة دي؟ اشترينا يا جماعة جدي العيد امبارح. هو اي نعم غلبنا شوية لانه ما كانش بياكل وكانش مولف على المكان، واحنا كنا خايفين لا يكون في حاجة، بس الحمد لله رب العالمين ما طلعش فيه حاجة. وهو كل الحكاية ان هو مش مولف على المكان. لو عايزين اصور لكم المرة الجاية الكيدي بتاع العيد اكتبوا لي في الكومنتات، اللي هيوصل لحد هنا ويعرف المفاجأة دي اتمنى يكتب لي في الكومنتات انتوا عايزين ايه الفيديو الجاي. اعمل لكم فيديو اخلي اختي تذبح الذكر التاني، ولا اوريكم الجدي اللي هو احنا هنذبح على العيد. وكده بقى كنا خلاص الفيديو خلص، وبوريكم شكل البيت بعد ما نضفناه. وكده خلصنا الروتين بتاع النهارده، واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في العيش وايه رايكم في اللي انا عملته في علياء. هي بتقول زينب تهذيب وتأديب واصلاح. هو انا الاصلاح يا جماعه اللي عملته فيه، بعلمها حاجه للدنيا يعني لما تساعدني يعني. وبعدين مش كتر خيري ان انا بخليها تساعدني، يعني انا مستحملاها وبخليها تساعدني. لا بصراحه عملت معايا النهارده انجاز. غسلت لنا الحصرتين، لا ما نكدبش، غسلت حصيره واحده ومسحت الصاله بقى وروقت لنا السحب. غسلت شت المواعين ماشي، بس انا اللي خبزت وانا اللي مسكت العشه اتمرمطت فيها وانا ظبطت الدنيا. لو عجبكم الروتين النهارده اتمنى لو تحطوا لايك وكومنت، ولسه ما اشتركتش اتمنى لو تشتركوا القناه. تعالوا بقى اوريكم بقى الاوتفيت بتاعي بقى وانا ماشيه. انا خلصت كده بقى، خلصت وطلعت كده اخدت شاور بقى، وقلت استنوا بقى اوريكم بقى الاوتفيت بتاعي يا ولاد وانا ماشيه. عارفين كائن البطريق؟ طبعا ده اللي بيبقى في القطب الشمالي، لا ده في منه نوع هنا اهو. انا وانا ماشيه انا زي البطريق كونه كائن البطريق، بس طبعا عشان لازم البس حاجه بس عشان وانا طالعه، عشان كده بيبقى بصوا يعني كده بقى كائن البطريق الصغير. لو لحد هنا